السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في أحسن حال. طبعا دلوقتي احنا داخلين على فصل الشتاء، هنعمل بقى عصير لولادنا نقوي بيه جهاز المناعة. كتير من ولادنا ما بيحبوش ياكلوا البنجر. هنعمل بقى أحلى عصير النهاردة مع بعض. معانا بقى عصير البرتقال، كوبايتين من عصير البرتقال، كوباية من الجزر المبشور. معايا بقى بنجراية مقطعة طرنشات، وهنحلي بقى العصير بتاعنا بمعلقتين كبار من عسل النحل. وبجد ما اقولكيش بقى على فوائد العصير بتاعنا. طبعا البرتقال فيه فيتامين سي، والبنجر معانا طبعا فيه حديد، ومعانا الجزر المبشور. اسهل طريقة بقى نعمل العصير بتاعنا، معانا شفشق الخلاط. هنجيب بقى كوبايتين من عصير البرتقال. طبعا عصير البرتقال ده فريش معانا، عصرينه يعني لسه طازة. معانا بقى كوباية من الجزر المبشور. ولو مش متوفر عندك عسل نحل، ممكن تحلي العصير بتاعنا بسكر. هنجيب بقى البنجر، شرائح كده من البنجر، دي بنجرية متوسطة. وهنضيف معلقتين كبار من عسل النحل، وهنخلط بقى الكلام الجميل ده مع بعض. وطبعا ما فيش اسهل من كده، يعني في 5 دقايق تكوني عاملة احلى عصير لولادك. وبجد قيمته الغذائية عالية، بيقوي جهاز المناعة. بنصفي بقى العصير مع بعض. شايفين بقى، اللهم بارك جمال العصير بتاعنا. لونه طبعا تحفة، وما اقولكيش بقى على جمال طعمه. جربوه بقى ويا رب يعجبكم. نكتر بقى لولادنا، وخصوصا في فصل الشتاء، من العصائر الطبيعية اللي فيها قيمة غذائية عالية. وما تنسوش بقى لو أول مرة بتشوفيني تشتركي في القناة، وتعملي لايك وسبسكرايب، وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وأتمنى تتابعوني على صفحتي على الفيس، ونعمل مشاركة للفيديو عشان القناة تكبر بيكم يا رب. واستنوني مع وصفات أحلى مع أم جنات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.